رد فعل قايلة ابن الدنيا سمير غانم على خبر طلاق والدتها ورامي رضوان ينفعل ويكشف الحقيقة والجمهور ربنا موجود. في الفترة الأخيرة حصلت حالة جدل كبيرة بعد انتشار أخبار بطلاق الفنانة دنيا سمير غانم من زوجها رامي رضوان، واللي زود من الشكوك حضور رامي رضوان حفل زفاف منة عدلي القيعي بدون زوجته دنيا، ودي أول مرة تحصل من وقت جوازهم إن حد منهم يحضر مناسبة كبيرة أو حفل زفاف من غير الآخر. ده غير الستوري اللي نشرته دنيا اللي أثارت بيه جدل كبير لما قالت لا تتجاهل حدسك عندما يقول أنا لست مرتاح في هذا المكان او مع هذا الشخص. بعدها مواقع كتيرة جدا فنية وصفحات كبيرة على الفيسبوك اكدت بوجود انفصال بين دنيا وزوجها، وهنا رامي ما قدرش يسكت على اللي بيتقال وكتب في ستوري على حسابه بالانستجرام: حبايبنا الغاليين، بشكركم شخصيا على سر رسائلكم المحملة بمشاعر جميلة وعظيمة كلها حب واحترام، حبكم تاج على راسنا، وده السبب الوحيد اللي خلاني انزل نفي، لان في العادي ما بردش علشان ما نعملش سعر ولا قيمة لمثل هذه الأساليب البخسة والوهمية والتافهة التي تلجأ لها صفحات هزيلة. أقوى عقاب لهم هو رد فعلكم أنتم بإلغاء متابعتهم. هم يلجؤون لتلك الأساليب ليكسبوا تفاعل ومتابعين، فإذا انقلب الأمر عليهم وكانت النتيجة عكسية سيتعلمون لاحقا تحري الدقة والابتعاد عن نشر الأكاذيب والشائعات إذا كان لديهم عقل وضمير. أما عن رد فعل قايلة ابن الدنيا سمير غانم، وعلشان تثبت إنها عايشة مع والدها ووالدتها ومفيش بينهم أي مشاكل أو طلاق، شاركت على حسابها بالتيك توك مقطعين فيديو ظهرت في إحداهم مع والدها، ليتفاعل الجمهور بالتعليقات في اللي كتب فولة واتقسمت اتنين من والدتك، وحد تاني كتب جميلة يا قايلة ما شاء الله.